تعالى نرجع بالزمن 4000 سنة لورا، وبالتحديد في نهاية عصر الدولة القديمة وفي بداية حاجة اتسمت بعصر الإضمحلال الأول. مصر ساعتها كانت عايشة في حالة فوضى غريبة جدا، مفيش ملك واحد مسيطر، كل إقليم عامل نفسه دولة مستقلة، وكل حاكم إقليم شايف نفسه الملك الشرعي. والبلد اتقسمت نصين، الشمال تحت سيطرة أهناسيا والجنوب تحت سيطرة طيبة. الناس تعبت والحروب الأهلية كانت مالية البلد، والتجارة وقفت والفقر انتشر والجوع زاد، والمعابد نفسها بقت مهددة، والكهنة مش لاقيين اللي يصرف على القرابين. باختصار مصر كلها كانت عايشة أسوأ أيامها. وفي النص ظهر شاب من الأسرة ال11 اسمه منتحتب، واللي اتلقب بعدين بمنتحتب التاني. هو كان من طيبة في الصعيد، واللي ميزه انه مش مجرد ملك عادي، هو كان عنده رؤية. الراجل كان فاهم ان مصر مش هترجع قوية غير لو اتوحدت من تاني. منتحتب مسك الحكم في طيبة وبدأ يرسخ سلطته في الجنوب، وكسب ولاء الحكام المحليين هناك، وابتدى يجهز نفسه للصراع الكبير مع أهناسيا اللي كانت مسيطرة على الشمال. الموضوع ما كانش سهل خالص، لأن الحرب دي اتوصفت إنها من أعنف الحروب الأهلية اللي مرت على مصر. الجيش بتاع منتحتب كان قوي، الراجل اعتمد على الجنود اللي اتربوا على فكرة الولاء للملك مش للإقليم، وابتدى يتحرك بخطوات ثابتة. الحملة الأولى كانت عنيفة جدا وخسر فيها كتير، بس ما استسلمش، بالعكس كل ما ينهزم يقوم تاني أقوى. واحدة من أهم المعارك اللي غيرت مصير مصر حصلت في السنة 39 من حكمه. منتحتب قاد الجيش بنفسه ودخل في معركة دامية ضد قوات أهناسيا، واللي انتهت بانتصار كبير ليه، وبالانتصار ده أعلن نفسه ملك موحد للقطرين الشمال والجنوب. هنا بقى نقول إن عصر الفوضى خلص والدولة الوسطى ابتدت. واللي يميز منتحتب التاني مش بس إنه وحد مصر، لكن إنه رجع الهيبة للعرش. الراجل فهم إن المصريين محتاجين رمز يوحدهم، مش مجرد ملك عسكري. عشان كده ركز على الدين وقدم نفسه باعتباره مش بس ملك، لأ ده كمان المختار من أمون في طيبة. وفي طيبة عمل إنجاز معماري ضخم، معبد الدير البحري. المعبد ده كان مختلف عن أي حاجة قبل كده، مبني في حضن الجبل، تصميمه ممتاز، وهو اللي ألهم بعدين الملكة حتشبسوت تعمل معبدها المشهور في نفس المكان. المعبد مش بس مجرد مبنى، ده كان رمز لقوة منتحتب والوحدة اللي عملها. وبعد ما وحد مصر الحياة بدأت ترجع تاني، الزراعة انتعشت والتجارة مع النوبة والشرق رجع. منتحتب التاني حكم حوالي 50 سنة، وده في عصر زي عصره يعتبر إنجاز ضخم. لما مات المصريين افتكروا اسمه باعتباره الملك الموحد، وبسببه مصر دخلت عصر الدولة الوسطى اللي اتوصف انه واحد من أزهى عصور مصر. يعني لو جينا نقولها ببساطة، منتحتب هو اللي أنقذ مصر من الضياع. يمكن لو ما كانش ظهر كانت مصر اتقسمت للأبد، وما كناش هنشوف بعد كده الدولة الوسطى بكل عظمتها. هو كان بداية جديدة بعد سنين من الضياع. ولو وصلت لهنا وعجبك الفيديو، يا ريت تدعمني بلايك وكومنت واشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.